كوكو عسلامة البنات، شحويلكم ان شاء الله الناس الكل لاباس وبألف خير يا ربي. اليوم ادبارتي قلت ايا اتحرك شوية نطيبو شوية خبي زيت بالفرينة الشعير. دونك رسيت اليوم سهلة وخفيفة وخبزة ياسر بنين وطري. ما عليكم كانت تتبعوا لي زيتاب اللي انا توا باش نقولهم لكم، اما انا راني عملت كونتيتي اقل من الكونتيتي اللي انا باش نقولها لكم. دونك 3 كيلات فرينة قمح والا شعير، عليهم 3 مغارف زيت زيتونة، عليهم شوية ملح كما انتم تحبوا، وعليهم الخميرة تكون لازم تكون انت من قبل محضرتها، حتى شوية سكر وشوية ماء دافي وحكايتك هيك درايج درجين وتحطها على الخليط اللي انت عملته به. وبالنسبة لسر التراوت والعجينة الخبزة باش تجيك طرية، راهو الخل لازم تحط 3 مغارف خل، الكونتيتي اللي انا كنت نحكي عليها توا. وفي الخميرة ماذا بيك زيد تحط شوية السكر، خاطر السكر يطلع الخميرة معروف. اللي يعيشوا في ألمانيا بالنسبة للفرينة راهي عن لهنا غوغن ميل تتسمى، وبالنسبة للخل أنا استعملت خل ماركايا. نخلطوا الخليط بالسباتول كما تشوفوا، نقعد نلم فيها صدقوني البنات بالحق رسيت ياسر طيارة وبنينة على الاخر. انا ما كنتش تصور اللي الفرينة اول مرة نستعملها على فكرة، ما كنتش تصورها اللي هي باش تجي بنينة وفاوحة على الاخر. به بعد ما انا عجنتها تحطها في الماكينة والا بيدك 5 دقائق لتولي عجينة متماسكة، ونغطيها بالبابي سلوفان، نخليها ترتاح حكاية سويعة باش تتخمر وتاخذ فيها الخميرة وتنفج لك وتطلع لك حاجة باهية. بعد ما خمرت لي بعد سويعة انا نشد نكعبرهم كعابر ونغطسهم في سميد ونحلهم بالقلقال باش تجي فيها كالتكستور اللي من الفوق، تبدا هكا فيها كالحروشية وتعطيها اللون الدوغي المزيان، تعطيها لون محلي. تحطوها بعد ما تفتروها بالقلقال، تفرشها على طبق الفور والا اي طبق عندك. وننصحكم بربي ما تحلوهاش برشا،